السلام عليكم وعلى تحية حب لأحلى متابعين. كونوا بخير. النهاردة هنعمل مربى بدون سكر، خطيرة جدا ان شاء الله تعجب كلكم. ليه بقى؟ علشان اللي عامل دايت مش هيتحرم من المربى اللي احنا عاملينها النهاردة، ولا مرضى السكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم. حلوة جدا ومغذية، والتين طبعا انتوا عارفينه مفيد قد ايه، جدا جدا. نعمله بقى ليه للناس اللي بيحبوا المربى، ونشوف مع بعض بدون اي مواد تضر اي حد. سهلة بسيطة جميلة، حاجة جميلة قوي، خطيرة كده. هنشوف مع بعض ونقول المقادير بتاعتنا، ونسمي ونصلي على الرسول. اللي عامله دايت ما تخافش وتاكل بقى كده وبألف هنا وشفا. وبرده طبعا بس ما نكترش لمرضى السكر برضو، حتى لو بدون سكر برضو بتهيألي الفاكهة بياخدوها بتناسب، يعني حاجة بسيطة مبياخدوهاش كتير. نسمي كده ونشوف التين بتاعنا، نجيب كده تين كويس وحلو، والكمية اللي انتوا عايزينها بقى يكون مقفول ويكون مستوي في نفس الوقت. بصوا كده ان شاء الله تكون مقفولة التينية عشان ما تكونش مفتوحة وبايظة. لما تكون التينية مفتوحة عند البياع بتبقى بايظة وريحتها مش كويسة. فاحنا بس بنفتحها كده بايدينا، او ونشيل حتة منها اللي فوق دي. لو بايدك سهلة اقطعيها بايديكي، لو مش سهلة نجيب السكينة بتاعتنا والطبق ونقطعها 4 كده، او نصين او 3 او 4 براحتك. خلاص كده بالشكل ده. بعد ما اقطعها، ايه هو اللي هيخليها مسكرة معانا؟ هنشيل الحتة دي بس كده، اهم حاجة. ونقطعها بالشكل ده. لو مش عارفة تقطعها بايديكي، بس تقطعها سهل يعني جدا وبسيط. ايه هو بقى اللي هيخليها مسكرة معانا يا ايمان بدون اي اضافات؟ ازاي؟ هنشوف حالا. اللي هيخليها عندنا سكر ايه بقى اللي هيخليها مسكرة؟ بصوا انا قلتلكوا قبل كده تخزين البلح وتعملي ازاي عجوة. تمام. بصوا بقى انا عندي بلح هنا نص الكمية بتاعة التين. خلاص. وهجيب اغسله كده واقشره واشيل منه النوى، وبعدين هضيفه على التين بتاعي عشان هو ده السكر بتاعنا. تمام. هحط في الحلة كده التين. انا هرسته شوية، لو عايزينه تضربوه في الخلاط مفيش اي مشكلة. انا بس هرسته شوية بتاعة البطاطس، هرست البطاطس، او بكوباية او بالهاند بلندر، مفيش اي مشكلة، اي حاجة متوفرة عندنا. هنهرسه كده شوية لو عايزينه يبقى بوريه، ولو عايزينه يبقى خالص مفيش اي كتل خالص هنضربه في الخلاط. تمام. انا عندي كده كفاية، وهحط عليه البلح نص كمية التمر التين، تمر البلح يعني رطب. ونحط برضو ههرسه شوية علشان يبقى كله كده بوريه معايا. وهضيفه على بعدين ههرسه شوية مع البلح. هحط البلح اللي قلتلكوا عليه اللي انا شلت منه النوى اهو، وهرسه شوية شوية، بحط شوية بلح وبعدين هرسه شوية لما كده يبقى برضو الاتنين مش مفهومش يعني كأنهم حاجة واحدة بالظبط، ما يبقاش فيه بلح وتين. خلاص. بجد جربوها، بتتبلح طعمها خطير جدا ومش محتاجة سكر خالص، حلو قوي. حطيت على النار وحطيت معاه نص كوباية مية صغيرة. انتوا ممكن تضربوها في الخلاط لو حابين زي ما قلتلكوا بشوية المية دول، نص كوباية. ونحطها على النار نسيبها تغلي، وبعدين نوطي عليها زي الشمعة ونسيبها بقى كده، وكل شوية نقلبها ونشوف مع بعض لما بتستوي تبقى عاملة ازاي، وازاي هنعرف اللي هي استوت. وبعدين مش هننضف بقى الحلة
علشان ما يكرملش معانا السكر والحاجات دي كلها. احنا مش حاطين سكر اصلا، بس هحط ايه، ليمونه هقسمها كده واشيل منها البذر واعصرها زي ما انتوا شايفين. خلاص، واقلب شويه تاني وهنسيبها برضو على النار. هي بتقعد شويه على النار طالما احنا موطين عليها ما نخافش، وبنقلبها كل شويه. لما تستوي هوريكم تعرفيها ازاي قبل ما تشيليها من على النار. خلاص، قلتلكوا لو عايزينها بوريه خالص، في ناس بتحبهاش فيها اي تكتلات، اضربوها في الخلاط بالشكل ده، اضربوها في الخلاط ورجعوها تاني الحله. خلاص، تكون طبعا بارده. احنا مش عايزين فرشه، مش هنحتاج فرشه، احنا نشيل بس اي ريم عندنا كده. طلع اي ريم طلعوه وشيلوه، مش محتاجين الحاجات دي خالص. ريحتها بدأت تطلع جميلة ما شاء الله. هو الليمون بس الإضافة بتاعتنا. لو ما عندناش ليمون ممكن نضيف رشة بسيطة من ملح الليمون بديل الليمون. لو الليمون متوفر نحط عصرة نص ليمونة بالشكل ده. نسيبها لما تستوي معانا. بصوا لسه شايلها من على النار حالا، بس هنشيلها كده ونحط بالمعلقة. لو ما رجعتش تاني وما لمتش تاني على بعض يبقى كده استوت معانا. لو رجعت تاني يبقى لسه عايزة شوية. يا رب تكون واضحة. طب كده ما شاء الله. ممكن نحطها في البطرمان وعندنا في التلاجة تقعد معانا فترة ما شاء الله كبيرة جدا. لو حابة كمان تعينيها برا التلاجة ممكن تعقميها بالمية، تحطيها في حلة بالبطرمان الازاز طبعا، تغطيه تحطيها في مية، وتقلبي الغطا كده على المية من تحت. تحطي بس ايه اي فوطة من تحت في قاع عشان ما ينفجرش معاكي البطرمان، وتسيبيه تلت ساعة يغلي، وتسيبيه يهدى وتسيبيها بره ولا اجراش اي حاجة زي اللي بره بالظبط. ما انا حطيتها في العلبة دي عشان هي مش هتقعد معانا في ثانية ان شاء الله تلاقيها خلصانة. انا خليتها هي تاني يوم بس عملت منهم سندوتشات وخلصت معايا الصراحة. فكمية مش كبيرة، مش عاملة كمية كبيرة، فانتوا لو عايزين تعملوا كمية كبيرة براحتكم. بألف هنا وشفا. كانت جميلة جدا للولاد برضو حبوها ومحسوش بأي فرق خالص. جميلة وبسيطة وسهلة. يا رب تعجبكم. عملتلكوا قبل كده الفينو، وبص عملتلكوا مربى. يبقى كده ايه حاجة موجودة عندكم كلها في القناة. لو عايزين تتفرجوا على حاجة بصوا جميلة ما شاء الله، بتتفرد جميلة معايا اهي وحلوة قوي ما شاء الله. مبحبوهاش كتير في الفينو، فانتوا اعملوا بقى براحتكم اللي انتوا حابينه. بألف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله.